النهارده اعمل لكم تشيكن وينجز تشيلي صوص بارميجان صوص. يا ريت تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، هتعجبكم قوي. تعالوا النهارده هنعمل أجنحة فراخ حلوة جدا وطعمها جميل، تنفع سناكس، تنفع في العشاء، في الغدا. وصفة جميلة وسهلة بالتشيلي صوص وبالجبنة البارميجان. هنبدأ نجيب معانا كوبايتين دقيق، وبعد كده هنجيب كوباية نشا. والبهارات بتاعتنا سهلة جدا، هنحط ملح، معلقة من كل نوع، ملح وكزبرة، توم باودر، بابريكا، فلفل أسمر، ونقلبهم كويس جدا على بعض. بعد كده هنجيب الأجنحة بتاعتنا ونتبلها بنفس التوابل دي بالظبط اللي احنا حطيناها على الدقيق. هنزود بس شوية صويا صوص، بيدوا الطعم جامد جدا وبيخلوها طعمها وريحتها في حتة تانية خالص. نقلبهم كويس جدا، ما تخافوش الصويا صوص مش هيدي اي طعم غريب ولا اي حاجه، جربوها بنفس الطريقه وقولوا لي ايه رايكم. هنشيلها في التلاجة شويه، بعد كده نطلعها من التلاجة، نبدا نحطها في خلطه الدقيق اللي احنا عملناها، الدقيق والنشا والبهارات، نعملهم في الدقيق كويس جدا، ونجيب بقى الطاسه على النار. اهم حاجه النار تبقى متوسطه مش عاليه قوي عشان ما يتحرقش. ونجيب الطاسه على النار، نبدا نحط فيها الاجنحه بتاعتنا. بعد كده الأجنحة تقعد دقيقتين 3 دقايق على الوش ده، ودقيقتين 3 دقايق على الوش التاني. كده خلاص خدت 4 5 دقايق على النار، استوت على نار متوسطة. نبدأ نطلعها بقى ونقسمها في طبقين عشان نعمل صوصين مختلفين. ده أول طبق هنعمله سويت تشيلي السبايسي، والطبق التاني خلاص اللي استوى برضو معانا، ده اللي هنعمله بالجبنة البارميجان. ده صوصين مختلفين طعمهم حلو جدا. هنبدأ معانا نعمل الصوص السبايسي. هنجيب طاسة على النار ونحط فيها صويا صوص ونحط فيها السويت تشيلي. بعد كده نبدأ نقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما يبدأوا يغلوا معانا. كده خلاص الصوص الجاهز معانا. هنبدأ نحطه على الأجنحة بتاعتنا ونقلبهم كويس جدا بحيث إن الصوص يشرب من الأجنحة كويس جدا. ده الصوص السبايسي، اللي بيحب السبايسي هيعجبه جدا الوصفة دي. قلبناه كده خلاص، أول صوص خلص معانا عملناه. الصوص التاني بقى هنجيب طاسة فيها شوية سمنة بلدي أو زبدة، ونحط فيها فصين توم مهروسين، نقلبه كويس جدا. أول ما التوم يطلع ريحته كده ننزل عليه بالجبنة البارميجان، ونقلبها كويس جدا لحد ما تسيح على النار هادية، أهم حاجة عشان ما تتحرقش معانا. نقلب كويس جدا، خلاص كده تعتبر هي استوت معانا هي وساحت معانا. نبدأ نحطها على الأجنحة بتاعتنا، وألف هنا وشفا، يا رب تكون عجبتكم، واستنوا الوصفة الجديدة. أتمنى اشتراك ولايك للقناة.